السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حلوة كتجي هشيشة ولذيذة وفي الشكل ولا اروع. غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. عندنا 250 غرام ديال الزبدة مارغرين، عندنا جوج البيضات، عندنا فلون ديال 4 الاشخاص ديال الكراميل، وعندنا كاس ديال السكر سنيدة، عندنا كاس العنبة ديال الزيت، عندنا كمية مشكاة الفيرميسيل، وعندنا قبيصة الملح وكيلو ديال الطحين. غادي ناخذ واحد القصريه، غادي نضيفو الزبده وغادي نضيفو السكر. كيف كتشوفوا ما استعملتش السكر بزاف حيت هاد الحلوه غادي نحتاجو السكر في الاخير باش يلا تجينا هي هذيك. غادي نخدمو السكر والزبده. غادي نضيفو كاس ديال الزيت، وغادي نضيفو قبيصه الملح، وغادي نخدمو المكونات مع بعضياتها حتى كنحصلوا على شكل كريمي. غادي نضيفو البيض، وحنا كنخلطو. غادي نضيفو الفلون ديال الكراميل، كاين لكم تعوضوه بديال الشكلاط على حسب النكهه اللي بغيتو. غادي نضيفو الطحين شويه بشويه. غادي نضيفو الشكلاط الفيرميسيل، وغادي نضيفو قلنا الطحين باش ما يذوبش لينا. الا كان الجو سخون يمكن لينا نديروه في الثلاجه باش يبقى شاد راسو. انا كيف كتشوفوا ضفت الخماره او كيس من بيكين باودر، وغادي نجمعوا العجين ديالنا وحنا كنضيفوا الطحين. بالنسبه لهاد الحلوه كتجي ساهله واقتصاديه ومكونات بسيطه، وكتعطي واحد الكميه اللي كثيره يمكن لكم تحضروها في الاعياد. هنا كيف كتشوفوا بدات العجينه كتجمع لينا. شاط ليا تقريبا واحد نص كاس ديال الطحين من كيلو. هنا غادي نبداو نشكلوها كويرات صغار، وغادي نكونوا شعلنا الفران يسخن من التحت. غادي نشعلوا عليها من التحت حتى طيب ونهبطوها تكمل التحمار ديالها. غادي نضيفوها في السكر وغادي
نديروها في هاد الطابع. كيف كتشوفوا استعملت انايا الطابع ديال الشهده. يمكن لكم تستعملوا اي طابع متوفر، انا استعملت هذا كيعطي واحد الشكل اللي هو زوين. كيف كتشوفوا يمكن لكم تستعملوا السكر غير من جهه واحده. هنا بعد ما شكلتها غادي ندخلوها للفران اللي كيكون مسخنينه من قبل. يمكن لكم تفرشوا الطاوه بورق الطبخ او يمكن لكم تدهنوها بالزيت. كيف كتشوفوا انا استعملت الزيت، وهذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما طابت. كتعطي واحد الكميه كثيره وكيجي واحد المذاق زوين وكتجي هشيشه وكتذوب في الفم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وخلوا لي تعليق زوين وبصحه والراحه.